فيلم هامنت كلش حلو عبقري بصراحة، بس مو بس بالقصة وإنما بالتفاصيل المخفية اللي المخرج خلاها بكل مشهد. مثلا شلون أجنس تلبس أحمر طول الفيلم، وهذا يخليها مختلفة عن الناس اللي لابسين أبيض وأسود. هذا يبين ايش قد هي مختلفة عن الكل. وبعد موت هامنت ملابسها تتغير للبني، وهذا يرمز للحزن واليأس، وبعدين ترجع للأحمر بنهاية الفيلم لما يرجع لها الأمل. هاي التفاصيل حاطيها صناع الفيلم عن قصد، حتى من نشوفها راح نتساءل ليش، شنو يريدون يقولون لنا صناع هذا الفيلم بهاي التفاصيل. خلونا ندخل أعمق بالفيلم حتى نفهم كل هاي الرسائل المخفية الموجودة بكل التفاصيل. أول شيء الفيلم به هواية مشاهد تصير طاولات اللي احنا نسميها ميز الطعام، يعني مثل الطاولة اللي ببيت أجنس اللي ترجع لها بعد ما تلتقي ويليام أول مرة. نشوفها مرة ثانية بفلاش باك الأجنس وأمها تعلمها وهي وأخوها شلون يشتغلون بالنباتات. وبعدين طاولة ببيت ويليام وهي تتعشى ويا عائلته، وبعدين من هو يقول لهم انه هو يحب اجنس. وبعدين عندنا الطاولة اللي فوق المدفأة اللي نشوفها اول مرة لما شكسبير يقرر يروح لندن. بعدين لما هامنت وجودث يبدلون اماكنهم بيوم من الايام وينزلون ببيبيتهم جو وهي تلمع كؤوس الفضة والاطباق. وبعدين واحد من اكثر مشاهد اللي بقى اكثر من 3 دقائق تقريبا بدون انقطاع هو مشهد ويليام من ينهار قدام أجنس وهو يحاول يكتب شيء. هواية حكينا عن الطاولات لأن أحس هذا يربط بواحد من أهم رسائل الفيلم اللي تحكي عن هواية أشياء، الشغلات اللي تنقل من الآباء للأبناء. مثلا لما أجنس ترجع لبيتها بعد ما تلتقي بويليام نشوف جوان تخيط ويا البنات على الطاولة بينما الأولاد قاعدين يكتبون اللي هم أكيد يتعلمون لاتيني. هذا المشهد يختلف هواية عن الفلاش باكات اللي نشوف بيها أجنس على نفس الطاولة تعلمهم شلون يسوون دوا من النباتات. هذاك المشهد بيحب حنان عكس هذا المشهد البارد ويجوان. هسه من نروح نشوف المشهد ويا عائلة ويليام، أبوه يضربه ويهينه رغم أنه ويليام يشتغل حتى يسدد ديون أهله. ونقارن هذا المشهد بمشهد ثاني، ويليام وعائلته قاعدين على الطاولة يحضرون تفاح يمكن حتى يسوون حلوى أو شيء معين. هذا المشهد بيحب حنان، مرح وألوان، الفرق كلش واضح بين المشهدين. واخيرا لما هامنت وجودث يبدلون اماكنهم بيوم من الايام وينزلون ويشوفون ببيتهم تنظف الصحون الفضيه والكاسات والشمعدان وغيرها على طاوله وتقول لهم صيروا هادئين وتصرفوا مثل ناس جنتل. بعدين يضحكون ويروحون يقعدون ويا امهم واختهم حتى يقشرون التفاح. ليش الجده وحدها بالغرفه المظلمه تنظف الفضه بينما اجنس وسوزانا قاعدين بغرفه مضيئه والوان حلوه؟ يبين ان المخرج يستخدم الطاولات حتى يبين شنو الاهل ينقلون لاطفالهم وشلون هذا الشيء راح يشكل شخصيتهم. واحد من اهم المواضيع بالفيلم انه ويليام بعد ما يصير عنده اول طفل يحس بحزن عميق مرتبط بابوه. نشوفه بمشهد يصنع قفازات ويا ابوه، وبالمشهد اللي بعده يكتب وهو متضايق. ابوه كان يعامله بقسوه. المشهد اللي بعده هو سكران ويكتب، واحد من افضل المشاهد بالفيلم. يقول انه هو رجل عنيف وخطير بعد ما دفع ابوه على الحائط وقال له لا تضربني بعد. هو خاف يكون مثل أبوه. الجرح اللي براسه ببداية الفيلم غالبا من أبوه، فلما يعصب يخاف من نفسه ويتساءل إذا هو إنسان زين لو مثل أبوه. المخرج هم يركز على هذا الشيء بالفيلم. مشهد الولادة لما أجنس تولد سوزانا بالغابة، ومشهد قوي لما تولد التوأم بالبيت الجديد. أجنس تخاف تموت بالولادة مثل أمها، بنفس الوقت أكو موضوع ثاني موازي إليه. الأطفال يحاولون يكونون مختلفين عن أهلهم بس بنفس الوقت يصيرون مثلهم بالضبط. شوف هذا بأطفال ويليام وأجنس، البنات يحبون أمهم تعلمهم عن النباتات، وهامنت يحب المسرح مثل أبوه. أما أجنس كانت إنسانة طيبة وتعيش بطريقة مختلفة عن الناس، وأجنس صارت مثلها تماما. بالمقابل أهل ويليام يمثل عالم مختلف. بعد ما أجنس وأخوها يزورون بيت ويليام أول مرة، أمهم تقول إذا خفنا أو ترددنا لازم نعيش وقلبنا مفتوح مو نغلقه بالظلام. واضح انه عائلة ويليام مو عائلة حب وامل وعائلة طيبة، لا، ابوه هنا دائما. امه تسمي ايجن ساحرة الغابة، تقول له الافضل تروح للبحر ولا تتزوجها. وبعدين نعرف ان امه فقدت اطفال بسبب الطاعون فصار قلبها مظلم، صار قلبها قاسي. الفيلم يصير بزمن مظلم والطاعون كان بكل مكان بلندن، عربات مليانة جثث. طبيعي الناس بهيج زمن يصير عندهم يأس. بس لما ويليام يلتقي بأجنس حياته تتغير لأن هي مختلفة عن الكل. هسه خلونا ننتقل للملابس. أجنس تلبس أحمر تقريبا بكل مشهد، بعد موت هامند تلبس بني، وبعدين ترجع أحمر لما تروح لندن وتشوف المسرحية. الأحمر هنا يرمز للشمس، مثل ما كانت تقول لازم نخلي قلوبنا باتجاه الشمس. لما ويليام يقول إنه هو يريد يتزوجها يدور حولها مثل الكواكب اللي تدور حول الشمس، مثل روميو وجولييت لما روميو يسميه جولييت الشمس. بالمقابل عائلة ويليام يلبسون بس أبيض وأسود والقرية بدون ألوان عكس بيت أجنس والغابة المليانة خضار.
كأنه عائلتها تمثل الحياة وعائلته تمثل الموت. ويليام يلبس جاكيت مشقق مثل الجروح، يمكن ترمز قد الناس أذوه بحياته وهو رجال مجروح، وشفنا من البداية أنه هو عنده جرح براسه. وأجنست تعجب بالأعشاب، هذا رمز أنه هي صلحت حياته. الفيلم مو بس عن الإرث، وإنما عن التغيير، عن شلون الحب والفن يغيرون الناس، وهنا عن الأمل بعالم مظلم، وأن الأمل بحد ذاته هو تمرد.